خرجت كل أسبوع؟ عشان تعرف إنك ظلماني. إيه دول؟ تذكرتين للسينما اللي في الأقصر عشان تتفرجي على الفيلم اللي نفسك تشوفيه. كل مرة بتعرف تضحك عليا، مش بعرف أزعل منك خالص. معناته إيه الكلام ده؟ معناته إني بحبك. وأنا كمان بحبك. الساعة 10 تبقى جاهزة عشان ما نتأخرش. حاضر. How are you doing, Mr. Hitler? عمل ايه مستر هتلر؟ قولي له جود وطمنين على سعادة السفير. All is fine, Your Excellency. Well, this envelope contains 2 sites and a piece of land. And the Kinner government. I believe that's yours. الظرف ده فيه عناوين وأماكن بيتين وأرض عندكم في قنا. ودول فيهم شواهد؟ Do they have any signs? It's a 90% probability you'll find a burial chamber and a couple of artifacts. بنسبة 90% هيكون فيها آثار. قمر صناعي برضه ها؟ Do they have any satellites? Of course. اعتبرنا اشتريناهم، طلعنا اللي فيهم كمان. Say we bought it and got the artifacts. بس السعر مش هيكون زي المرة اللي فاتت. But the price wouldn't be like the last time. Same as last time. نفس السعر. ما ينفعش. It wouldn't work, I'm afraid. Don't be greedy, Mr. Hitler. ما تطمعش مستر هتلر. ده مش طمع، ده أصول. جماركم ده في السما، إنما أنا اللي يدي على الأرض. يدي هي اللي طايلة. يدي اللي هتطلع كل اللي بتحلموا بيه. It's not greed, Your Excellence. It is the way the business is conducted. Your satellites are in the space and I'm here on ground. I am the only one responsible for the excavation works. وبعدين يا باشا هو في حد غيرنا ممكن يعمل كده؟ Is there anybody else to conduct the work? Others would love to take your place, but we're happy with our agreement. في ناس تقدر تعمل كده بس احنا بنحب نشتغل معاكم. لا مفيش. عشان كده السعر هيبقى طقطقين. قولي له الدب. قدمت الدعاء قبل كده يا إبراهيم؟ حصل من يجي سنة. كان رد أهلها إيه؟ رفضوا. رفضوا. طب سألت روحك رفضوا ليه؟ عشان سمعتك. البلد كلها بتتكلم عن ابراهيم انه بيلف ورا الغوازي من فرح لفرح. البلد كلها بتتكلم على ابراهيم انه بيشرب حشيش ومخدرات. تقوم انت مشغل دماغك تقول لا انا هفضل زي ما انا وافكر شويه، اتهجم على دعاء انط من الشباك وادخل لها، تصرخ دعاء يحصل فضيحه في بيت الحاج عيسوي. ما يبقاش قدامنا غير حل واحد كيف ما بيحصل في كل قضيه شبه دي، ان احنا نحكم بالجواز. بس انه بدي ابراهيم مش هيحصل كده. كانت شورة مين دي يا ابراهيم؟ امي اللي قالت لي اعمل كده. طب يعني راجل ملو هدومك زيك بشنب ودجل يقبل ان يبقى قدام الرجاله دي كلها شروط امه؟ لا انا شفت امي. تقبل ان يبقى عندك ضره يا ام ابراهيم؟ لا ما اقبلش. هيبقى عندك ضره يا ام ابراهيم. كلام صح. حكيم ولد حكيم. يا شيخ أصبت يا زين يا ولدي. قررنا نحن المجلس ان الحاج ابو ابراهيم يكتب كتابه الليله على دعاء. احنا مش موافقين على اللي بتقوله دي. اخرس يا حرمه. ومهر دعاء فدانين ونص، وتعويضا لاساءه سمعه الحاج عيسوي 5 فدادين من الحاج شندي للحاج عيسوي. حرام عليه. حرمت عليك عيشتك. اقفل خشمك. وتعويضا لاساءه سمعه عكاش اخو دعاء فدانين ونص. ايه يا ابراهيم؟ اتحرمت عليك ليوم الدين، بقت مرات ابوك، بقت في مقام امك دلوقتي. يلا قوم حب على راس مرات ابوك. قوم. هموت واعرف مين اللي واخد عقلك ده. مش جايز تكوني عارفاه؟ حد اعرفه صح؟ هقولك. هو ها فيه شبه كتير من زين. لسه بتحبيه؟ لسه بحبه وهفضل احبه يا صفية. ما يستاهلش. زين يستاهل اللي في قلبي.
زين ما فيش راجل زيي. سابك وراح اتجوز غيرك. حقه. هو عمر ما وعدني بحاجة. انت كده بتضيعي نفسك. عمري وروحي فدايا يا صفية. زين بالنسبة لي هو الراجل الوحيد اللي خلقه ربنا. بالشكل ده انت اللي هتعرفي تتجوزي ولا تخلفي. قال لك اني عايزة اتجوز واسيب راجل يمسني غيره. بس هو خلاص ما بقاش معاكي، فالعمل ايه؟ هتترهبني؟ ايوه هترهبن يا صفية. ده اللي ناوياه من يوم ما زين بقي لغيري. ايه يا مامي عامله ايه؟ عندي مور. ايه الاخبار انت؟ ميعاد السينما. مامي ايوه، ما عشان مامي بقول لك ميعاد السينما انا عارفها رغايه. لو سبت لها نفسك مفيش سينما النهارده. اقفلي وقولي لنا الموبايل فصل شحن. حاضر. هشرب سيجاره لحد ما تخلصي. هي مامي. حاجه فاتتني وانا في الحمام. ايوه اللي طلعت عامله نفسها بتحبه وهي اصلا شغاله مع الناس التانيه. شوفي هو مصدقها كيف. الحق يا زين، في واحد ورا بيشخر. لازم تتعود على كده. انت في سينما في الصعيد يا فيروز وانت في جراند مول المعادي. خرب بيت سنينك. الواد في عربيه ترامك واقفه في زوره. خلصت يا جدع انت. اخينا ايوه الفيلم حلو اتفرج عليه. ماشي. فيلم حلو ده انت فاتك نصه يا جدع. واد يا طه، تعال هنا. كنت فين؟ الشيخ ياسين اداني سبحته ياما. يبقى عشان كده بقالك يومين ما حدش عارف لك اراضي. ريحته فيها ياما. شميه. بتحبه يا ولدي؟ بحب حب ياما. عندك حق. ومين ما يحبش الشيخ ياسين؟ الصوت يما، الصوت. انا في طب يا اخوانا، في طب. بركته فيها. ده انت على كده ما بتحبش الشيخ ياسين. ده انت على كده اتدروشت. بقول لك ايه يا دكتوره ناديه؟ ما تشوفي له حاجه ولا تشوفي له دكتور يخرجه من الحاله اللي هو فيها دي. ما وعدتكش يما، ابنك في حاله متاخره، مش محتاج دكتور من هنا، محتاج دكتور من بره. السلام عليكم. عجبك الفيلم؟ عجبني جدا. ايه اكتر حاجه عجبتك فيه؟ الرومانسيه اللي فيه، حب البطل للبطله. تفتكر يا زين لسه في الزمن ده في واحد ممكن يحب حبيبته للدرجه دي؟ امال ايه؟ واقف جنبك بياكل فول سوداني اهو. بجد؟ طبعا بجد. وعشان اثبت لك ده، رغم ظروف شغلي ورغم اني ما نمتش في شغلي 3 ايام، الا اني ما نسيتكيش وكتبت فيك شعر. الله، طب عايز اسمع، قولي. بحبك حب ما جاش ولا عدى في حياة مخلوق. بحبك حب يتدرس في مدرسة الهوى والشوق. انت فوق فكر اللي فكر، انت سبحان اللي صور. كل يوم بحبك اكتر، انت ابعد من الخيال. متجوزه زين الابنودي يا اخواتي. انت رامي ودنك كده ليه يا حاج؟ الراجل ودنه في وسطينا. طب سمعني شعر تاني. اقوله لك في البيت. يا من احمد، خير؟ يا ساتر يا رب، جتيله. ده كلام تقوله لي على الصبح. وزياد بفين؟ طب هتنقلوه عن انهي مستشفى؟ طب يلا مسافة الطريق، مع السلامة. صباح الخير، في ايه يا حبيبي؟ لا مفيش، كمل نوم انت. اكمل نوم ايه؟ انا هقوم اعمل لك فطار. فطار ايه؟ عندي بالغ بجريمة قتل، طلع لي لبس بس. حاضر. السلام عليكم. معاون مباحث المركز زين الجناوي. سمعت الحالة المضروبة بالنار فين؟
باشا، أموري. كنت عايزة أتكلم مع حضرتك في حاجة ضروري. فوت عليها بكره وديك. خبطت في دماغك ولا يا بت؟ قلت لك فوت عليها بكره. حرام عليك، تقتلني وتقتل ابنك.